بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اهلا بيكم يا احلى اخوات واحلى متابعين. في الفيديو ده ان شاء الله انا هعمل صينية لحمة بالبصل في الفرن. يلا بينا اقول لكم على المقادير وتشوفوا الطريقة معايا. دي اللحمة طبعا هي بعد ما قطعتها وغسلتها كويس، ومعايا هنا حوالي 5 ثمرات من البصل متقطعين مكعبات بالشكل ده كده، ومعايا هنا قرن فلفل حامي وقرنين من الفلفل الرومي، ومعايا حوالي 3 فصوص من الثوم كبار مقطعهم صغير بالشكل ده كده. والتوابل عبارة عن معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة فلفل أسمر، معلقة صغيرة بصل بودر، معلقة صغيرة توم بودر، ومعلقة صغيرة من 7 بهارات. دي كل التوابل اللي أنا هضيفها للحمة. يلا بينا نبدأ على بركة الله ونعمل صينية اللحمة بالبصل سوا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بنزل بالبصل، دول 5 ثمرات من البصل مقطعين مكعبات صغيرة. هضيف الثوم، دول 3 فصوص من الثوم بس مقطعهم قطع صغيرة كده، يعني حاجة بس تدي ريحة وطعم كده للبصل. بضيف التوابل وبضيف الفلفل، لو حابة تزودي شوية من الفلفل ما فيش مشكلة زي الفل. هقلبهم مع بعض بقى تقليبة حلوة كده. طريقتها سهلة وبسيطة خالص وطعمها تحفة، عايزة اقول لكم ما شاء الله زي العسل. يلا بينا بقى نكمل الطريقة سوا مع بعض. بعد ما قلبت البصل انا شلت منه شوية، يعني اخدت نصه وخليت نصه في الصينية، النص التاني في الصينية بالشكل ده كده، فردته في قعر الصينية. بسم الله الرحمن الرحيم. هرص اللحمة بقى. انا مش هضيف اي مادة دهنية علشان هي اللحمة كده كده بتطلع المادة الدهنية اللي فيها، فخلاص مش هنضيف اي حاجة. ما شاء الله. هرصها كلها بالشكل ده كده. طبعا انتوا عارفين اللحمة الضاني هي بتبقى كده. برصها كلها بالشكل ده. والحبة اللي هما البصل اللي انا شلته هحطه على الوش كده، على وش الصينية، علشان طبعا يبقى فيها الحياء من فوق ومن تحت. خلاص كده انا رصيتها زي ما انتوا شايفين. هضيف بقى البصل ده على الوش كده، علشان لما تدخل الفرن البصل ده بيديها طعم حلو قوي. بس كده هرفعها على عين البوتاجاز لمدة ربع ساعة، هتطلع ميتها وتشربها تاني. ولو لقيتها لسه ما استوتش حاول ازود لها مية حبة بحبة لحد ما تستوي، وبعدين ادخلها الفرن. دي الصينية اهي بعد ما طلعتها من الفرن، قعدت حوالي نص ساعة في الفرن. لما اخدت لون بالشكل ده كده ما شاء الله شكلها حلو وريحتها حلوة وطعمها ان شاء الله هيبقى احلى. بعد ما غرفتها في طبق التقديم زي ما انتوا شايفين ما شاء الله، وجنبيها رز بالكركم والكاري، وعملت حبة سلطة خضرة كده حلوين، وبالهنا والشفا لكل اللي هياكل. بتمنى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله.